الإنسان دايما بيحب إنه يكون منظم في حياته، بس في فرق من إنك تنظم حياتك وإنك تسعى للكمال. فالموضوع هنا بيختلف. فكرة الكمال البشري وإن كل حاجة لازم تمشي بالملي دي بتقلل الإنتاجية، في فرق ما بين المثالية والإنتاجية، بل إنه يقال إن المثالية عدو الإنتاجية. السلام عليكم، أنا سالم بكم في حلقة جديدة من برنامج خواطر في الحياة. ناس كتير بتفكر إن الشخص المثالي بيحقق إنتاجية عالية وإنه بيكون مبسوط في حياته والدنيا ماشية معاه تمام، لكن خليني أفاجئك وأقول لك إن الموضوع ده غير صحيح. غالبا ما بيكون اصحاب الشخصيه المثاليه اقل في الانتاجيه، لانهم بيبقى عندهم صعوبه ان هم يوصلوا لناتج مثالي 100%، فانه يوصل للنسبه دي بيكون صعب، وكمان بيستهلك الشخص ماديا ونفسيا وجسديا، وفي الاخر النتيجه اللي الشخص بيحققها بتبقى مقبوله بس لازم يوصل لدرجه الكمال، وده برضه بينعكس بالسلب على ادائهم ورضائهم عن نفسهم. هحكي لكم تجربه شخصيه انا مريت بيها. في البدايه خالص كنت بدات اصور فيديوهات بمساعده زمايلي، وبعد ما تعبنا في التصوير وعملنا شغل هايل والكونتنت كان هيبقى عظيم جدا، ولكن للاسف انا طلعت وقلت لا، الفيديوهات دي ناقصه حاجات كتير. مع ان الموضوع بالنسبه للمشاهد هو مش هيبقى ملاحظ، لكن مع الاسف انا اصريت على اضافه الحاجات دي وحصل ظرف والفيديوهات اتمسح. فابعد عن المثاليه احسن. هل السعي للكماليه مكلف من الناحيه النفسيه والماديه والجسديه؟ خلينا متفقين ان موضوع المثاليه ده بيسبب لبعض مشاكل، وبيبقى فيه صعوبه على الشخص اللي عنده شخصيه مثاليه انه يتخطى المشاكل دي. يعني على سبيل المثال الشخص اللي عنده شخصيه مثاليه لما بيجي يخطط لحاجه بيحط اهداف غير منطقيه وصعب انه يوصل لدرجه الكماليه فيها، وفي الاخر الناتج اللي بيطلع ساعات بيبقى مش مواكب التغيرات اللي موجوده، فبيسبب اضطرابات نفسيه واكتئاب، بل وقد يصل لبعض الاحيان للانتحار والعياذ بالله. فيما يلي بعض صفات الشخصيه المثاليه، وهنا هنذكر مع بعض 8 صفات من صفات الشخصيه المثاليه. 1. مبدأ الكل أو اللاشيء. في التفكير عندك الناس أصحاب الإنتاجية العالية والناس المثالية بيتشابهوا في وضع الأهداف وبيسعوا إن هم يحققوها، ولكن بيختلفوا في إن أصحاب الإنتاجية العالية بيشعروا بالرضا وإنهم أدوا ما عليهم في الشغل، إنما أصحاب الشخصية المثالية مش بيقبلوا بأي نتيجة غير النتيجة المثالية، حتى لو هم حققوا مثلا 90% من الشغل فده بالنسبة لهم بيبقى فشل ذريع، لأن هم زي ما قلنا بينتهجوا أسلوب الكل أو اللاشيء. تاني حاجة معانا وهي إنهم بيميلوا إن هم ينتقدوا نفسهم والناس اللي حواليهم. في نفس الوقت الناس الطبيعية لما بيعملوا أي إنجاز في حياتهم حتى لو بسيط بيحسوا بفخر وبيدعموا الناس اللي حواليهم، في حين ان الشخص المثالي بيركز على الاخطاء ومراكز الضعف وبيهمل باقي الحاجات. ثالث حاجه معانا وهي الشعور بالالم والخوف. الشخص المثالي لما بيشوف اي انجاز في عمله بيبص ليه على انه فشل ذريع لانه ما وصلش لحته الكماليه بالنسبه له، وده بيحصل عشان هو بيحط اهداف مستحيل انه يوصل لدرجه الكماليه فيها. لكن على عكس الانسان اللي عنده انتاجيه عاليه بيسعى انه يحقق اهدافه بناء على رغبه من عنده، ومهما وصل في الهدف بتاعه حتى لو انجاز بسيط فهو بيبقى مبسوط ان هو حققه وساعد الهدف ده. رابع حاجه هي معايير غير واقعيه. معظم الاهداف المطروحه من اصحاب الشخصيه المثاليه بتبقى غير واقعيه، على عكس الشخص الطموح اللي عنده انتاجيه عاليه بيحط اهداف كبيره بس منطقيه وبيسهل تحقيقها بنسبه مرضيه. خامس حاجه معانا وهي ان الشخص اللي عنده شخصيه مثاليه بيصب كل تركيزه على الناتج بس، في نفس الوقت بيهمل حته الاستمتاع بطريق النجاح، وهو حاطط كل تركيزه على ناتج الحاجه اللي هو بيعملها. ده بيسبب ضغط نفسي على الشخص وبيديله احساس بالفشل واليأس في حاله ان الحاجه دي ما اتعملتش بنسبه 100%، وحتى لو الشخص ده ناجح هو مش هيحس بده. سادس حاجه وهي الاكتئاب عند الفشل. خلينا متفقين ان الناس اللي عندهم شخصيه مثاليه دايما مش بيشعروا بالسعاده لانهم دايما تحت ضغط مستمر، وانهم لازم يكملوا كل حاجه بالنسبه لهم بنسبه 100%، على عكس الناس اللي عندهم انتاجيه عاليه فدول بيستمتعوا بالرحله وايا كان الناتج في اللي بيعملوه فمش لازم يوصل لدرجه الكماليه بالنسبه لهم. سابع حاجه وهي الكسل والتاجيل، وهنا نحس ان الموضوع مش منطقي الى حد ما. يعني هنقول ازاي الناس اللي عندهم شخصيه مثاليه اللي كل حاجه بالنسبه لهم بيرفكت يبقى عندهم كسل وتاجيل؟ بس خلينا اقول لك لانهم بيخافوا من الفشل، والفشل هنا يعني الحاجه اللي بيعملوها مش بتتم 100%، فبيقعدوا يفكروا وياخدوا وقت في التفكير، وغالبا معظم المشاريع بتتكنسل او بتوصل لدرجه التاجيل. تامن حاجه واخر حاجه عندنا هي انهم بيبقوا في موقف دفاعي، لان زي ما سبقت وقلت ان اي انجاز اقل من المثالي بيعتبر فشل بالنسبه لهم، وعلى الكلام ده فان اي نقد بناء بيوصل لهم ده بالنسبه لهم بيعتبر هجوم، في حين ان الشخص الطبيعي بيشوف النقد ده فرصه عشان يطور الناتج بتاعه. طيب احنا كده عرفنا المثاليه وكمان اتكلمنا عن صفات الشخصيه المثاليه. طيب ازاي اعالج الموضوع ده؟ اول حاجه اعترف بوجود المشكله. انك تعترف بالمشكله هي دي عندك كده انت وصلت لنص الحل، بس خليك ذكي وانت بتعترف بالمشكله دي. يعني ما تقولش لنفسك انا مهووس بالكمال او انا شخصيه مثاليه وهكذا، يعني بدل كده بص للمشكله على انها عاده غير مرغوب فيها انت عايز تغيرها. تاني حاجه اسال نفسك ايه اللي انا بعمله بيغذي الهوس بالكمال ده، ولما توصل لسبب المشكله هتعرف تحلها. يعني مثلا السبب ده ممكن يكون خوف من حاجه معينه او رغبه بالتباهي قدام الناس، او ممكن يكون شعور بعدم وجود ثقه في النفس وهكذا.
وهكذا. فانت لازم تحدد سبب المشكله علشان تقدر تواجهها، واذا استطعت تتغلب عليها. ثالث حاجه معانا، حدد معايير العمل قبل ما تبدا اي مشروع، واسال نفسك ايه المعايير اللي انت هتستخدمها. يعني على سبيل المثال، انت لو في شغل ومديرك طلب منك انك تعمل عرض تقديمي، وانت كشخص عندك هوس بالكمال وخدت وقت طويل فيه وبذلت جهد كبير جدا، وفي الاخر تصدم ان مديرك كان عاوز منك عرض تقديمي سريع يستخدمه كخلفيه للكلام، هو مش هيركز على محتواه. انت كده ضيعت وقت كان ممكن تستغله. فاحرص على تحديد معاييرك قبل ما تبدا اي حاجه، ووازن ما بين جهدك ووقتك بناء على اهميه الحاجه اللي هتعملها. هل الحاجه اللي انا هعملها دي تستحق ان انا ابذل فيها جهد بنسبه الكماليه، ولا هضيع وقت فيها؟ رابع حاجه واخر حاجه معانا هي ضع لنفسك مواعيد نهائيه للتسليم. لما تحط لنفسك مواعيد مش هيبقى في وقت تحتاج انك تعدل او تغير المشروع اللي انت بتعمله عشان يوصل لدرجه الكماليه. الوقت اللي بتحطه للمشروع كافي جدا في انك تطلع مشروع يكون مقبول، بس لازم تلتزم بالاطار الزمني ده. طب انت هتسال انا كده ممكن اماطل بعد ما اخلص المشروع ده، وهل هيبقى عندي وقت فاضي بعديه؟ انت ممكن مثلا تملى جدولك بحاجات تانية انت مخطط ليها وتحط ده برضه في اطار زمني وتمشي عليه. بكده انت يعتبر حولت عاده سيئه اللي هي الهوس بالكمال لصفه حلوه جدا وهي زياده الانتاجيه.